انت عمرك فكرت ازاي ممكن حياتك تتغير تماما؟ ازاي ممكن من النهارده تبدأ طريق مختلف خالص وتمشي فيه لحد ما تحقق حلمك؟ لو حاسس ان حياتك متلخبطة، انك واقف في نفس المكان بقالك سنين، او انك مش عارف تبدأ منين، يبقى الفيديو ده ليك. النهارده هنتكلم عن ازاي تقلب حياتك 180 درجة وتوصل للي بتحلم بيه. بص لنفسك دلوقتي، هل انت راضي عن حياتك؟ هل انت في المكان اللي كنت بتتمنى تكون فيه؟ لو الإجابة لا، يبقى أول خطوة إنك تعترف بده. ما ينفعش تطور من نفسك وانت مقتنع إن كل حاجة تمام. لازم تعترف بالمشاكل علشان تقدر تحلها. في ناس كتير بتفضل في نفس الدايرة لمجرد إنهم خايفين يواجهوا الحقيقة. بيفضلوا يقولوا مش وقته دلوقتي، أنا ما عنديش الإمكانيات، الدنيا ظلماني. كل دي حجج بتخليك واقف في نفس المكان. بس الحقيقة إن اللحظة اللي بتقرر فيها تتحرك هي اللحظة اللي حياتك فيها بتبدأ تتغير. خليني أحكي لك قصة. كان في شاب بسيط حياته كلها صعوبات. كل الناس حواليه كانوا بيقولوا له مستحيل تنجح، لكن بدل ما يستسلم قرر يتعلم، قرر يبدأ، قرر يقاتل علشان حلمه. النهارده الشاب ده بقى من انجح الشخصيات في مجاله. عارف ليه؟ لانه امن بنفسه ولانه اتحرك بدل ما يفضل يشتكي. خد قرار حاسم. اول حاجه، خد قرار من دلوقتي، مش بكره، مش بعده، دلوقتي. قرر انك مش هتعيش نفس الحياه اللي مش راضي عنها. القرار ده لازم يكون حقيقي مش مجرد كلام. غير طريقه تفكيرك. اللي بيفرق بين الناجح والفاشل مش الظروف، لكنه العقليه. بدل ما تسال ليه الدنيا ضدي، اسال ازاي اقدر استخدم اللي عندي علشان انجح. ابدأ بحاجة صغيرة. مش لازم تعمل نقلة ضخمة في يوم وليلة. ابدأ بحاجة بسيطة، خطوة صغيرة، حتى لو كانت تغيير عادة واحدة يوميا. المهم إنك تبدأ. اتعلم حاجة جديدة. أي حلم عاوز تحققه أكيد ليه مهارات معينة محتاج تتعلمها. خد كورسات، اقرأ كتب، اسمع تجارب ناس قبلك. كل يوم تتعلم فيه حاجة جديدة هو يوم بتقرب فيه أكتر من حلمك. ابتعد عن السلبيين. الناس اللي حواليك بيأثروا عليك أكتر مما تتخيل. لو دايما حواليك ناس محبطة هتفضل محبط. دور على ناس بتحفزك، ناس بتنجح، ناس بتخليك عاوز تكون أحسن. التزم مستمر. النجاح مش لحظة، النجاح رحلة. لازم يكون عندك صبر، لازم تبقى مستمر حتى لما الدنيا تديك ظهرها. أي حد ناجح مر بوقت كان فيه شاكك في نفسه، لكن الفرق إنه كمل. دلوقتي عندك الخطة، عندك الأدوات، وعندك القرار. ناقصك إيه؟ ناقصك بس تبدأ. ما تخليش الوقت يعدي وأنت لسه بتفكر. خد الخطوة الأولى النهاردة. ابدأ دلوقتي وحياتك بعد سنة من النهاردة هتشكر نفسك على اللحظة اللي أخدت فيها القرار. اكتب في الكومنتات إيه أول خطوة هتاخدها النهاردة عشان تغير حياتك، ويلا بينا ننجح مع بعض.